السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم بهذا الفيديو الجديد. صرح فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رئيس لجنة كأس العالم 2030 أن المغرب لن يبدأ من الصفر في تحضيرات لكأس العالم. وقال في تصريحات لقناة الشرق: سنشيد ملعبا واحدا فقط في استضاف نهائية كأس العالم 2030 في مدينة بن سليمان قرب الدار البيضاء بسعة 110 ألف متفرج، قادر على استضافة أهم حدث في المونديال، في إشارة إلى النهائي. كما جدد فوزي القجع التأكيد على أن الملاعب الحالية قد تم مشروع في إصلاحها لتكون مهيئة ولن تقل طاقتها عن 50 إلى 60 ألف متفرج. وأكد القجع أن المغرب سينظم كأس العالم متميزة، والأهم أن الاستثمارات لن تكون عبئا على الميزانية بل في إطار التنمية. وشدد القجع أن المغرب سيستضيف كأس العالم للأندية في صيغتها الجديدة في مجموع 38 فريقا عاما قبل المونديال، لتأكيد جاهزيته رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030. مشاهدينا الكرام، إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالصفحة.